محشش دعا الشرطي، رن عليهم حكالهم انتو 911. قالوا نعم. قالهم مبروك صرتوا 910. وحدة خلطت كلام بالتلفون، قال لها زوجها غريبة هالمرة بس نص ساعة. قالت لا، هذه غلطانة بالرقم. واحد بيعمل تحليل دم، قال له الدكتور انت عندك سكر في الدم. رد المريض الله يكرمك يا دكتور، والله انت اللي زي العسل. واحد بنى لزوجته بيت دائري، ليش؟ عشان ما تقول حبسني بين 4 حيطان. محشش تسبب في قتل 25 شخص. سألوا الضابط كيف صار الحادث؟ قال كنت مسرع وتعطلت الفرامل، وعلى اليمين شخص وعلى اليسار عرس. قصده مين يعني؟ قال الضابط كان صدمت الرجال. قال المحشش هذا اللي صار، بس الأخ هرب للعرس ولحقته. محشش أبوه مات، جلس يبكي. بعد شوي إجاه اتصال من أخته، ولما قفل جلس يصيح ويصرخ ويقطع ملابسه. سألوه وش فيك؟ قال حتى أختي أبوها مات. قبل أن نكمل، اكتب لنا أجمل نكتة سمعتها بحياتك في التعليقات. محشش ساكت وبيفكر. إجا صاحبه قاله وش فيك؟ رد المحشش يا أخي محتار كيف أنا عندي أخ واحد وأختي عندها 2. محشش حابب يكون مثقف، راح المكتبة العامة وأخذ كتاب وقرأه من أوله لآخره. بس خلص رجعه لأمين المكتبة وقال له هذا الكتاب فيه كثير شخصيات بس ما فهمت موضوعه. جاوب أمين المكتبة حط دفتر التلفونات وانقلع برا، صارنا 4 ساعات بندور عليه. محشش اندعس وهربت السيارة. إجوا العالم اجتمعوا وسألوه أخذت النمرة؟ جاوب لا، مثبتها منيح ما قدرت. واحد فات على حارة وكان مجموعة صبيان عم يلعبوا شدة. سألهم مين بيعرف بيت أبو أحمد الكندرجي؟ واحد من اللعيبة قال أنا بعرفه، تعال معي. مشى معه حوالي 2 كيلومتر ووصلوا للبيت، وقال هاد بيته بس هو مش موجود. قال له وينه؟ قال عم يلعب معنا شدة. عصام شاب أردني تعرف على بنت من الفيسبوك وما شافها، فقرر يعزمها على مطعم. سألته البنت كيف بدي أعرفك بالمطعم؟ قالها بس توصلي رح تلاقيني طالب عصير جوافة. راح على المطعم بس ما لقى عصير جوافة، فطلب عصير برتقال. وبس وصلت البنت لقاها شنعة وبشعة. قربت البنت لعنده وسألته أنت عصام؟ قالها بالله عليك هذا عصير جوافة؟ واحد بغار على مرته كثير، كل دقيقة بيتصل على موبايلها وبيقولها انتي وين؟ بتقوله بالبيت بالمطبخ، وبيطلب منها تشغل الخلاط حتى يتأكد. وكل يوم على هالحالة. مرة خطر له يرجع فجأة على البيت قبل الموعد. دق الباب، فتح له ابنه الصغير. سأله وينها أمك؟ قال له الولد مثل العادة أخذت الخلاط وطلعت. 3 أصدقاء دخلوا إلى مطعم، واحد بخيل، واحد غني، واحد فقير. طلب كل واحد منهم كاسة عصير، ونزلت في كل كاسة ذبابة. الغني طلب يغير الكاسة، الفقير شال الذبابة وشرب العصير، أما البخيل شال الذبابة وقالها رجعي كل شي شربتيه. واحد يتعشى في البلكونة، قال لزوجته جيبي لي ملح. قالت له قوم أنت بنفسك جيب ملح، أنا تعبانة ما بقدر. فجأة تلفونها رن في المطبخ، قامت تركض فتحته، لقت رسالة من زوجها كتب لها جيبي معاك الملح. وحدة تقول لزوجها طبخت لك رز طلع بجنن كل حبة لحالها. قال أنت العائلة كلها فرقتيها، ما رح يصعب عليكي كيلو رز. شايب على فراش الموت، مسك جيد زوجته وقال لها يوم انطردت من العمل كنت واقفة معي. قالت صح. قالوا يوم خسرت فيه الأسهم وفلست ما تركتيني. قالت صح. وأنا مريض وقفتي جنبي. قالت صح. والحين وأنا أموت أنت واقفة معي. قالت صح. مو ملاحظة إنه وجهك وجه مصايب؟
شكراً على المشاهدة. لا تنسوا دعمنا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، ولا تنسوا كتابة بعض النكت بالتعليقات لنقوم بنشرها في الفيديو القادم. ونتمنى تكون كل أيامكم فرح وسرور، وإلى اللقاء.